السلام عليكم. هقول لك كلمتين لو فهمتهم كويس حياتك العاطفية كلها هتتغير. انت عمرك ما اتعلقت بالشخص الغلط، انت بس اتعلقت بالشعور الغلط او الشعور اللي انت كنت محتاجه وقتها ومحدش غيره عرف يلمسه. عارف المشكلة فين؟ انك بتفتكر انك حبيت الشخص ده، لكن الحقيقة انك حبيت الاحساس اللي ظهر جواك، حبيت الاهتمام المفاجئ، الكلمة الحلوة، الوقت اللي كنت بتحس فيه إنك مسموع لأول مرة من زمان. في أول العلاقة بيظهر بصورة كاملة، يهتم، يسمع، يقرب، وإنت من جواك بتقول أهو ده اللي أنا كنت بدور عليه. لكن اللي محدش بيقوله إن الإحساس اللي أخدته مش ثابت، مش دايم، مش مرتبط بالشخص نفسه، ده كان استجابة لنقطة نقص جواك أو حاجة ناقصاك فمليتها بالشخص ده أو بالإحساس ده. واحنا بنتمسك بالشخص الغلط علشان بيغطي فراغ احنا سايبينه من سنين، فراغ من عدم التقدير، من الوحدة، من الخوف، فراغ جوانا مش حوالينا. بالرغم ان علامات الخطر بتبان بدري، لما يقلل من قيمتك، لما ينسحب من غير سبب، لما يخليك تحس انك مش كفاية، لما يبعد عنك وقت ما تبقى محتاجه، الا انك بتفضل ماسك، مش علشانه، لكن علشان الذكرى اللي معاه، الاحساس اللي بتحسه معاه. انت ماسك في اول نسخة منه، مش النسخة اللي قدامك دلوقتي. ماسك في الامان اللي حسيته، مش الشخص اللي بقى يوجعك. وبتسأل نفسك ليه بيبعد، لكن السؤال الحقيقي هو انا ليه متمسك؟ بتمسك ليه بالشخص انا عارف كويس انه مش ليا؟ اسأل نفسك، هو انت محتاج الشخص ولا محتاج الاحساس اللي ظهر جوه؟ ودي اصعب حقيقة. احنا ساعات بنحارب علشان شعور، مش علشان انسان. قول لي امتى اخر مرة حسيت انك كنت ماسك في حد وقلبك من جواك كان عارف انه مش مناسب؟ دمتم على خير. سلام الله عليكم.